السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه انجاين كريبتو ان اف تي وولت. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعملات الرقمية المشفرة، بالخصوص لثلاث عملات رقميين مشفرين: عملة البيتكوين، عملة الاثيريوم، عملة الليتكوين. دول اهم ثلاث عملات بيدعمهم التطبيق وبيشتغلوا على التطبيق كويس. بتقدر طبعا من خلال التطبيق ده ان انت تتداول وتبيع وتشتري في العملات الرقميه. العملات الرقميه المشفره دي طبعا هي المستقبل، وهي الحاجه اللي بتكسب، وهي الحاجه اللي بتقدر ان انت تحوشها للزمن، زيها زي الذهب او زي الاستثمار في العقار، وتقدر ان انت تكسب من وراها وتجني من وراها ارباح كبيره جدا. بالاضافه لان انت في اي وقت محتاج فلوس بتقدر ان انت تسيلها وتحولها لفلوس ببساطة وبسهولة من خلال ان انت تبيعها او ان انت تحولها لاي شخص. التطبيق ده بتقدر تحتفظ من خلاله بالعملة، بتقدر انت تتداول، بتقدر انت تشتري عملات تانية، بتقدر ان انت تبيع العملات اللي ما عندك على المحفظة. بتقدر تحتفظ باكتر من عملة على التطبيق، عملة مثلا زي البيتكوين، زي الايثيريوم، زي الدوش كوين. اكتر من عملة بتقدر ان انت تكون موجودة مع عندك على التطبيق. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. بالاضافة كمان ان طبعا التطبيق بيكون مؤمن بشكل عالي جدا. بتقدر ان انت ما تشغلش بتقدر ان انت تشغل التطبيق بالبصمة الوجه بتاعك او بصمة الصباع بتاعك، وتقدر ان انت تكون عامل كلمة مرور. وطبعا في حالة ان انت الموبايل بتاعك يتسرق او يضيع او يحصل فيه اي مشكلة، بتقدر ان انت تقفل التطبيق بسهولة جدا ومحدش يقدر يفتحه غيرك انت بس، غير لما تحمل التطبيق على موبايل تاني وتشغله. دي اهم مميزات التطبيق. عيوب التطبيق بقى ان هو ما بيدعمش اللغه العربيه، بيدعم اكتر من لغه تانية، منهم طبعا اللغه الانجليزيه والفرنسيه واللغات العالميه دي، بس اللغه العربيه مش بيدعمها. بالاضافه طبعا ان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.